السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي اخواتي واصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. مساء الفل والسعادة والهنا على عيونكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض البطاطا المكرملة، البطاطا اللي بنجيبها من العربيات اللي بتكون في الشارع. هنعملها في البيت بطريقة بسيطة وسهلة جدا، ومش هتاخد معاكي ولا وقت ولا كمان مجهود. هنعملها من غير فرن، على عين البوتاجاز من فوق، وهتطلع معاكي احلى واجمل بطاطا ممكن تعمليها، دايبة من بره ومن جوه، وشكلها ولونها كده في منتهى الجمال. والطريقة مفيش ابسط واسهل منها. تعالوا كده واحدة واحدة نسمي الله ونشوف الطريقة بتاعتي عبارة عن ايه. بس قبل اي حاجة نسمي ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسيش الفيديو لو عجبك اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي اول باول. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة بتاعت البطاطا النهاردة عملناها ازاي، والمكونات بتاعتها كانت عبارة عن ايه. نقول بسم الله. وكل اللي هحتاجه معايا، انا عندي هنا 3 كيلو من البطاطا، الحجم بتاعها كبير كده زي ما انتم شايفين. ايا كان الحجم بتاعها هتستوي وهتبقى زي الفل. هحتاج كمان لكوبايه كده من السكر وكوبايه من الميه. تمام. هبتدي ان انا اجيب الصواني بتاعتي وافرد فيها كده ورقه زبده. لو مش متوفره عندك ممكن تستغني عنها، مش هيحصل اي حاجه، هتطلع برده في منتهى الجمال. تمام. هبتدي ان انا ارص فيها البطاطا بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. وكمان هعمل صينيه تانية، يعني انا قسمت المقدار كله على صينيتين، بس ما يكونوش على بعض، يعني ترصي البطاطا كده جنب بعض، ما ينفعش يكون على بعض. تمام. هبتدي بقى ان انا اجيب كوبايه السكر وانزل كده على البطاطا كلها، احاول ان انا اوسع كده في البطاطا وانزل تحتيها السكر زي ما انت شايفه كده بالظبط. بعد كده هتجيبي كوبايه الميه هتوزعيها كده على وش البطاطا من فوق، يعني ما بينهم كده. هي كوبايه الميه دي مش هحتاج اكتر منها. بعد كده برضو هغطيها بورقة زبدة، وبعد كده هغطيها بالورقة الفويل. تمام. عشان البخار بتاعي هو اللي هيسوي البطاطا، يعني انا هعتمد على تسوية البطاطا في البخار. زي ما انت شايفه كده انا رصيت كده البطاطا وغطيتها كمان بورقه الزبده. هجيب بقى ربع كوبايه ميه كده وابتدي ان انا ابل الورق اللي انا حطيته ده. بعد كده هقفلها بقى بورقه فويل. لو انت مش متوفر عندك ورقه الفويل ممكن بغطا حله كده، بس اهم حاجه يكون قافل على الصينيه. يعني انا بديك البدايل لو مش متوفر عندك الورق الفويل او الورق الزبده. وممكن كمان لو مش عندك ورق زبده ممكن تحطي كده على وش البطاطا ورقه كده من الكراسه اللي هي بتاعه الرسم دي، بس اهم حاجه تكون ورقه بيضه كده ايه نظيفه. انا هنا البطاطا بتاعتي تعتبر جاهزه للتسويه. هبتدي ان انا ارفعها على نار بقى متوسطه مش عاليه، يعني خلي النار كده متوسطه عشان البطاطا بتاعتك تستوي كده وتبقى دايبه من جوه. تمام. هتسيبيها ممكن تاخد معاكي ربع ساعة نص ساعة وهتكون جاهزة معاكي. اول ما هتشوفيها هتبقى بالشكل ده كده. طبعا كل البخار مكتوم جوه الورقة. بعد كده هترفعي بقى الورقة وتشوفيها، لو استوت هتروحي خلاص مهدية عليها النار، وكمان شايلة ورقة الزبدة اللي احنا حطيناها من تحت. عشان كده قلت لك لو مش متوفر عندك ورقة زبدة مش مشكلة، هتنفع وهتبقى زي الفل. اهم حاجة ان انت بس تقلبيها من الجناب. لو لقيتيها كده لسه فيها حتت كده جامدة هتقلبيها وهتغطيها تاني بورقه الفويل وهتسيبيها كده لمجرد ربع ساعه، هتروح دايبه معاكي، مش هتاخد وقت خالص. يعني بصي هي تلت ساعه نص ساعه بالكتير قوي على حسب البوتاجاز عندك، وهتبقى مستويه وطالعه معاكي مكرمله وفي منتهى الجمال. بصي انا حابه ان انا اوريكي ان انا كل 10 دقايق كده برفع من عليها الورق واشوفها لو خلاص لو استوت او لسه ما كملتش سوا. لو لقيت فيها حتت جامده كده بروح مغطياها برضو بورقه الفويل وسايباها كده بتاع 10 دقايق. هنا بقى بعد ما خلصت البطاطا بتاعتي خلاص هبتدي ان انا ارفع ورقة الفويل من عليها واسيبها كده يعني لمجرد 5 دقايق السكر اللي احنا حاطينه ده يتكرمل كده ويديها اللون الحلو. بصي البطاطا دايبه معايا ازاي، بجد دايبه، مش قادره اوصفلك بقى الريحه بتاعتها عامله ازاي، زي الريحه اللي احنا بنشمها كده من العربيات اللي في الشارع. بجد طريقه بسيطه وسهله وهتغنيكي عن الفرن، وفيها ميزه ان البطاطايه كلها بتبقى طريه حتى القشر بتاعها. بس اهم حاجه
قبل ما تحطيها وتسويها تكوني غسله البطاطا حلوه قوي، يعني تغسليها حلوه قوي عشان لو اكلتيها بالقشره تبقى ضامنه ان القشره بتاعتها تبقى نظيفه. بصي هنا بعد ما استوت بقى وطلعتها اخدت التكرميله، تحسي ان انت حاطه عليها عسل. طبعا احنا مش حاطين ولا عسل ولا حاجه، ده السكر اللي احنا حاطينه عليها ابتدى ان هو يكرمل. بصي يعني ايا كانت حجم البطاطا هتلاقيها دايبه من جوه. بصي شكلها عامل ازاي ولونها ومستويه، والقشره بتاعتها كده دايبه، لمجرد ان انت بتحطي فيها الشوكه بصي بتتهرس كلها. بجد من اجمل انواع البطاطا اللي ممكن تعمليها. طبعا الطريقه دي كانت اهالينا بيعملوها من زمان، بس كمان بيعملوها في الحله، بس ما كانوش بيحطوا سكر ولا حاجه، كانوا بيشوها كده في الحله وعليها كده ورقه بتاعت جورنان او ورقه كراسه، وكنا بناكلوها وبتبقى زي العسل. في ناس كتير بتخاف تجيب البطاطا الكبيره، تقولك ان هي بتاخد سوا كتير وبتبقى مش مستويه كمان من جوه. انا بقولك هاتي البطاطا ايا كانت حجمها، حتى لو الواحده نص كيلو هتعمليها كده بنفس الطريقه هتطلع دايبه معاكي من بره وكمان من جوه. القشره بتاعتها مش مستحمله، وانت شايفه بعينيكي كده الشكل بتاعها عامل ازاي. هاتيها واعمليها لاولادك. طبعا البطاطا صيف وشتاء شغاله معانا، ان شاء الله هتجربيها بنفس الطريقه وهتعجبك وهتعتمديها. اتمنى الوصفه تعجبكم، ونتقابل الفيديو الجاي على